بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مره وحشتوني. عايزه اقول لكم وحشتوني جدا، وجايبه لكم النهارده وانا جايه فيديو روعه. فيديو بقى التحليه صيفيه رهيبه. عايزه اقول لكم بقى هنعمل شويه تحليه حلوه قوي. مش صنف واحد ولا اتنين، لا هنعمل اكتر من 3 4 اصناف في الصيف نقدر اللي احنا ننفذهم من غير فرن بقى ولا اي حاجة خالص. هنعملهم على عين البوتاجاز، والله على الطعم. تحلية ساقعة كده منعشة باردة ترطب على القلب، رهيبة. الولاد لو عندك ناجحين بقى كده ومسقططين ان شاء الله باذن الله كلهم يكونوا من الاوائل وناجحين، اعملوا لهم التحلية ديت. لو عندك لسه ما خلصوش الامتحانات برضو دلعيهم واعملوا لهم التحلية ديت. فتعالي نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحطي اللايك بتاعك وطلعي بقى الفناجيل بتاعتك من النيش. ولو انت خايفة عليها اعملي في كوبايات عادية بس كده. حطيت ايه؟ حضرت معايا باكت من الكريم كراميل، بيكون جواه كيس بودر وكيس فيه الكراميل البني ده. فانا اخدت الكيس البني وبدأت اللي انا احطه في قلب الفناجيل بالشكل ده. حضرت معايا باكت من البسكوت، وده بسكوت لوتس بيكون طعمه حلو قوي بصراحة. اخدت واحدة بس في كل فنجان وكسرتها بالطريقة ديت كده. الفنجان لو كبير شوية حطيها بحالها، بس انا برضو هكسرها. بعد كده هحضر بقى معايا كوباية من الحليب، كوبايتين من الحليب طبعا ساقعين، يعني اللبن عادي سواء معلب او لبن من عند اللبان مفيش مشاكل. وهنزل عليه بكيس من الكريم كراميل اللي هو البودر، وهدوب الكلام ده كله على النار. واحط بقى معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان اللي هو النسكافيه. انا هستخدم مصر كافيه، ده بيكون طعمه حلو قوي. لو مش متوفر عندك تقدري الخطوة دي تستبعديها من الوصفة. هرفعه بقى على النار. يا هبه انت ما حطيتيش سكر، الكراميل اللي بيكون فيه سكر، كريم كراميل بيكون بقى مسكر وطعمه حلو قوي. كده خلاص هو مش هيتقل معانا على النار عشان نبقى متفقين. هو مجرد ما اللبن ياخد غلوة خلاص كده انا هطفي على النار. هو بيتقل على البارد، ما بيتقلش على النار. خلاص كده خلص معايا. هنزل بقى بيه على البسكوت، بس هسيب مسافة كده. هقولك دلوقتي انا هعمل بيها ايه. طبعا انا اول ما احطه بقى في الفناجيل واسيبه شويه هيبدا يتقل. اول ما يبدا يتقل معايا طبعا ليه انا سبت مسافه علشان خاطر البسكوت هنا عام على الوش، وانا مش عايزه البسكوت يبقى باين، فعشان كده سبت شويه صغيرين. بعد ما تقل غطيته بيها علشان خاطر يبقى شكله في النهايه مش باين اللي جواه بسكوت خالص. بعد كده هحط بقى رشه قهوه سريعه الذوبان اللي هي النسكافيه او مصر كافيه فوق الوش، وهقلبه بقى بالشكل ده. الله على الجمال. عايزه اقولك بقى بتتحط في التلاجة مش يعني نص ساعة بس، وتاكلي بقى منها. طعمها خطير. الناس اللي بتعشق الكريم كراميل او مش بتعشق الكريم كراميل فجربي الوصفة دي هتعجبك قوي. لذيذة كده، والفنجان صغير وخطير. حابة تعمليه في كوبايات في اطباق اللي انت حباه. طعمها حلو قوي، بترطب كده على القلب، حاجة ساقعة ومنعشة. تنفع كمان للمصايف يا جماعة. لو انتوا رايحين مصيف ولا حاجة تقدري تاخدي معاكي باكت من الكريم كراميل او باكتين، باكت بسكويت، وتعملي لهم التحلية دي بالليل وهم قاعدين في السهرة. اما بقى الحلو دوت فده حكاية، ده ليالي لبنان، حاجة كده لذيذة. طعمها حلو، مش مكلفة خالص، بسيطة، لكن النهاية خطيرة. تعالى اقولك انا عملتها ازاي. تقدري تعمليها كلها في صينية واحدة او تعملي لكل واحد لوحده في طبق. معايا حاجة بتتحط على النار. نزلت بكوباية من الحليب، نزلت بكوبايتين من الحليب، نزلت بنص كوباية من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة، ما عليهوش اي اضافات، دي خام من عند العطار سادة. نزلت بنص كوباية من السكر، وهدوب الكلام ده كله مع بعضه على النار. بس كده الوصفة بتاعتنا خلصت. شفتي بقى؟ مش انا قلتلك هعملك شوية وصفات هتبهريهم في البيت وهتدلعيهم طول اجازة الصيف. نزلت هنا بقى، دي خطوة اختيارية مش اجباري، لو انتي مش حباها خلاص، بمكعب كبير من الزبدة. وهقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما الزبدة تدوب والسكر كمان يدوب ويتقل معايا على النار. رشة فانيليا، ولو مش حباها خلاص برضو ممكن نستبدلها برشة قرفة او معلقة من مية الورد. خلاص كده بدأت اللي هي تغلي معايا.
تخليهاش تغلي قوي على النار علشان ما تتقلش معاكي وتعرفي تصبيها. هنصبها بقى في اطباق او في صينيه وندخلها التلاجة. لو صبتيها في صينيه لما تخرجيها من التلاجة هتقطعي كل واحد قطعه لوحده كده في طبق. نحط على وشها بقى، هما بصراحة بيحطوا فستق في لبنان، لكن احنا هنحط على وشها شوية زبيب، شوية مكسرات، شوية جوز الهند زي ما انا عملت. ممكن تحطي كريز كده تغيري اللون زي ما تحبي. خطيرة، بتبقى طعمها حلو قوي لذيذة، والمعلقة بتجر معلقة لاني ساقعة ومنعشة. ولا تقولي لي بقى رز بلبن ولا تقولي لي مهلبية، اطعم من الاتنين بصراحة، ومش متعبة، متاخدش وقت خالص. انا حاولت ان انا اجيب لكم وصفات تكون لذيذة كده. تعالي بقى نعمل الوصفة اللي بعد كده، والوصفة دي هنعملها بمانجية. وخطوة المانجاية هنا نقدر نستبدلها بأي فاكهة احنا بنحبها. هجيب كده مانجاية وابدأ اللي انا اقطعها بالقشر. بعد ما اقطعها بالقشر هاخد مكعبات منها بالشكل دوت. المانجا موجودة دلوقتي في الاسواق، فنقدر اللي احنا نستغل بقى الموسم ونعمل منها احسن واطعم الانواع الحلويات يعني. اخدت الجزء التاني بالشكل دوت، وبرضه هقطعه بالطريقة دي كده بنفس الطريقة بالقشر. لو انتي حابة تقشريها براحتك، بس انا بحبها كده. الجزء بقى التاني دوت هقولك انا هعمل بيه ايه. جبت باكت من الجيلي بطعم المانجا، هفضيه بقى في قلب كوباية او في طبق، المهم اللي انا اعرف اقلب. معايا كوباية الا ربع من المية المغلية، هدوب الجيلي كويس جدا في قلب المية. وبعد كده هحضر معايا كوباية من المية العادية، مش سخنة، مية عادية. خلاص كده الجيلي خلص معايا، هركنه على جنب. تعالي بقى نخش على الخطوة اللي بعد كده. هحضر بقى معايا كيس من الكريمة. طبعا الكريمة دي بتكون محلية، يعني مش هستخدم معاها سكر. لو اللي عندك خام يبقى هنحط سكر معاه. الكيس كان كبير شوية، تقريبا نص كوباية. حطيت عليه بقى نص كوباية من الحليب المتلج، وطبعا كان فيه قطعة من التلج. هضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما يديني القوام الكريمة كده اللي انا محتاجاه، اللي هو الشكل دوت كده. هنزل عليه بقى بالجيلي واديله تقليبة. عايزة اقولك بقى التحلية دي خطيرة، طعمها بيكون حلو قوي والله العظيم. جربيها وادعيلي. بعد ما نزلت بالجيلي بقى معايا بالشكل ده. دي بقية المانجاية اللي هي يعتبر البذرة، انا خليتها كويس جدا وقلبتها بقى في قلبيها. طبعا زي ما قلتلك هنا نقدر نستبدل المانجا باي نوع فاكهة. يعني مثلا ممكن تستبدليها بالفراولة، لو انت هتعملي مثلا جيلي فراولة ممكن ما تحطيش فاكهة خالص وتستعملي الجيلي بس، هتطلع خطيرة. عندك بقى جيلي اناناس، جيلي كريز، جيلي تفاح، مانجا، فراولة، في انواع كتير قوي للجيلي. بعد ما صبيتها بقى في الكوبايات دخلتها التلاجة ساعة، وده كان شكلها بعد الساعة. والمانجا اللي انا قطعتها مكعبات صغيرة حطيتها فوق الوش بالشكل ده. دي بقى اقدر اقولك ان المعلقة مش بتجر معلقة، لا دي المعلقة بتجر اطباق. انت هتخلصي الطبق ده وهتبقى عايزة طبق تاني، لان فعلا طعمها حلو قوي وخطيرة، وطعم المانجا مميز قوي. ما تفهميش كده انت بتاكلي جيلي ولا بتاكلي ايس كريم وهو مش ساقع قوي ومحطوط في الفريزر. لا لا لا، طعمها حكاية. ندخل بقى على الوصفة اللي بعد كده، ودي بتبقى سهلة كده ومنعشة. كوباية من اللبن وباكت من الجيلي الفراولة. هتعملي ايه المرة دي؟ هقولك. انا عايزاكي بس تحطي لايك، ولو انتي اول مرة تتفرجي على هبة ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. حطيت باكت جيلي وحطيت عليه معلقتين من السكر، وهنزل بكوباية مية مغلية وهقلبهم مع بعض كويس جدا. بعد بقى ما اقلبهم كويس جدا في المرحلة ديت هزود معايا كمان نص كوباية من المية الساقعة. انا عايزاه هنا مركز شوية، المفروض احط كوبايتين من المية لكن انا حطيت كوباية ونص بس. خلاص كده اتقلب معايا وبقى تمام. هحضر بقى معايا هنا صينية، والصينية اللي انا هستخدمها صينية فيها رز، صينية الكب كيك. نقدر نستبدلها بالصينية اللي هي القالب بتاعة الكيك، بس انا عايزاها هنا تبقى غويطة معايا شوية عشان اقدر ان انا اميل الكوباية بالشكل ده. ليه استخدمت رز؟ عشان هو اللي هيتحكم معايا في ميل الكوباية.
انا هعمل طبقات من الجيلي وطبقات كمان من المهلبية. طبعا لو انتي مش حابة تميليها سيبيها زي ما هي كده، حطي الجيلي ودخلي الكوبايات في التلاجة هتطلع لك انصاص، لكن انا عايزاها بحرف ميل كده. نقدر كمان نعملها بقى في الكوبايات اللي هي الكرتون، نقدر نعملها في الكوبايات البلاستيك عشان تبقى سهل علينا لو احنا في مصيف وما نوسخش كوبايات كتير ونبقى محتاجين نستخدم كوبايات او نغسل كوبايات، لا اللي ياكلوها يرموها على طول. كوباية من الحليب، معلقتين من النشا، حطيت عليهم 5 معالق من السكر، وهقلب الكلام ده مع بعضه كويس جدا لحد ما الخليط يتقل معايا شوية. بعد كده هحضر بقى فانيليا، والفانيليا هنا خطوتها اختيارية بس عايزة اقولك هتعلي التست وتخلي المهلبية ريحتها وطعمها حلو قوي. خلاص كده يعتبر الخليط بتاعي بقى تمام قوي، والجيلي كمان مسك معايا وبقى مايل بالشكل دوت كده. هنزل بقى بالكراميل، كراميل ايه اسفة، هنزل بالمهلبية. التحلية دي ساقعة بقى ومنعشة، وبصي من غير فرن خالص، للناس اللي بتقعد تقولي يا هبه عايزين حاجات حلوه من غير فرن، الفيديو دوت ليكي، يلا بعتيه بقى لحبيبتك كده واختك على الواتساب علشان خاطر برضو تنفذ معاكي الحاجات دي. خلصت الكميه كلها، بصي شكلها حلو ازاي، لذيذه، طعمها حلو قوي، ساقعه ومنعشه، ترطب على القلب. العيال بقى طول الصيف عايزين الحاجات دي. تقدري كمان اللي انت تعمليها في دلوقتي في كوبايات كده نازله جديده بالغطيان بتاعتها، تقدري تعمليها وتاخديها معاكي النادي لو الولاد عندهم تمرينه، بدل ما يشبطوا في حاجات من النادي لا تعملها لهم زي ما قلت لك، تاخديها برضو معاكي المصيف، او تعمليها بقى في المصيف، يعني دي تعمليها في المصيف ولا يبقى عندك حجه بقى اللي مفيش فرن ولا اي حاجه خالص، لا على البوتاجاز من فوق وكله يتبسط. الحلو ده بقى سهل قوي. باكت من البسكوت بس كبير شويه، ومعايا كوبايه من الميه. البسكوت اللي عندي حجمه مش كبير قوي فاستخدمت 2 باكت. هاخد كوباية المية احطها جوه الكزرونة، وهنزل عليها ب3 معالق من السكر، وهنزل عليها بمعلقتين لبن بودر. طبعا نقدر نستبدل المية باللبن، واحط معلقتين من النشا، واحط معلقة واحدة من الكاستر. الكاستر هنا بس انا مجرد اللي انا عايزة اخلي المهلبية بتاعتي لونها اصفر شوية، لكن لو مفيش عادي خالص نعمل مهلبية عادية. انا طبعا طعمت هنا المهلبية بتاعتي باللبن البودر، بدل ما حطيت لبن عادي حطيت لبن بودر، عشان كده استخدمت مية. اول ما خلصت معايا وتقلت نزلت عليها بمكعب زبدة. الزبدة هنا هتعزز كده الطعم وتخلي طعمها حلو قوي، وده القوام اللي انا محتاجاه. هفضيه بقى في كيس حلواني، واحضر معايا نص كوباية من الحليب، حليب ساقع، نزلت عليه بنقطتين من الفانيليا، وهبدأ ان انا انزل فيه البسكوت، واطلع البسكوت احطه في الطبق على طول. انا هستخدم في كل طبق 3 حبايات من البسكوت او 3 وحدايات يعني في الارضية. حابة تزودي براحتك، حابة تكتري برضو براحتك اللي انت عايزاه. ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. بعد ما خلصت الطبقة الاولانية البسكوت اللي انا سقيته بالحليب، هنزل بقى بالطبقة التانية اللي هي المهلبية اللي احنا لسه عاملينها. بس طبعا انا لما هنزل بالمهلبية مش هملى الطبق على الاخر، انا هسيب لسه مسافة عشان هعمل حاجات تانية. الطبقة التانية برضو بسكوت، هنزل البسكوت في قلب اللبن، وهطلعه وارصه في قلب الطبق بالشكل دوت كده. خلاص كده خلص معايا، دي الطبقة التانية. هنزل برضو بطبقة تانية من المهلبية، بس هنا بقى مش هحط طبقة كبيرة شوية، هخليها صغيرة. معايا بقى مكعبين من الشوكولاتة، هاخد اللبن اللي انا استخدمته مع البسكوت هدفيه على النار شوية، وبعد كده هروح منزلاه على الشوكولاتة. اللبن سخن فهيدوب معايا الشوكولاتة بسرعة. بعد كده بقى هحط الشوكولاتة دي في حاجة اقدر ان انا اصب منها عشان تبقى سهلة عليا كده لما اجي احط فوق الوش. بصي بقى حطيت هنا بقى طبقة كده خفيفة من الشوكولاتة، وديت اختياري. الشوكولاتة اللي انا استخدمتها شوكولاتة مطبخ عادية خالص سما، تقدري تستخدمي اي نوع لو انتي حابة، ممكن تستبدليها بشوكولاتة بيضة
انا مجرد بس ما انا حطيت عارفة طبقة خفيفة قوي فوق الوش اللي هي تغطيلي بس اللون ده كده شكلها. هزين بقى باي حاجة موجودة عندي، وتقدري تسيبيها زي ما هي كده وما تزينيش باي حاجة. خطيرة، طعمها حلو قوي. المهلبية مع الشوكولاتة مع طبقات البسكوت اللي جوه بتخلي الطعم حلو قوي. انا كان عندي كده كام مكعب من الشوكولاتة، حاولت ان انا ابشرهم، حطيت على وشهم شوية سكر بودر، شوية شوكولاتة شيبس، كان عندي شوية مكسرات كده اللي هي عين الجمل، البسكوتة اللي هي الكونو الصغيرة بتاعة الايس كريم دي حطيتها برضو. يعني بص انا حاولت انوع كده الموضوع علشان خاطر يديني في النهاية شكل حلو. تعالي نشوف الطبقات من جوه بعد ما دخلتها التلاجة ومسكت شوية. طبقات البسكوت من جوه مع المهلبية والشوكولاتة مدية طعم وميكس رهيب. ندخل بقى على الوصفة دي، والوصفة دي بقى هي حكاية. برضو على النار من فوق من غير الفرن ولا اي حاجة خالص. هتجيبي كده قد نص كيلو من الموز، 3 صوابع كده ولا حاجة، وتجيبي 2 باكت من البسكوت، وهتعملي بقى احلى مهلبية شوكولاتة طعمها خطير. جربيها وادعيلي. تعالى اقولك ازاي عملتها. دي بقى ساقعة ومنعشة وخطيرة، وتحسي كده بطعم البودنج كده خطير. هنا حطيت معايا 4 صوابع من الموز. تقدري تستخدمي الكمية اللي انت عايزاها، وتقدري تقللي او تكتري زي ما انت عايزة. انا استخدمت 4. يا سلام لو عندك موز بقى يكون مثلا مستوي شوية، الولاد مش عايزين ياكلوه، برضو هينفع في الوصفة دي. هاخد الموز بقى كله واروح مقطعاه بالطريقة ديت كده. حاولت كده ان انا اقطع كله قد بعضه. ومعايا بقى 2 باكت من البسكوت. البسكوت ده طعمه حلو قوي على فكرة يا جماعة، ومسكر كده وخطير، فبحب استخدمه بقى للوصفات. هاخد البسكوت اكسر كل واحدة على 4. هكسر الكمية كلها كده. انا معايا بسكوت 2 باكت ومعايا 4 صوابع من الموز. هحضر بقى معايا حلة واحط فيها اللبن. استخدمت اللتر من اللبن. اخد معايا 4 كوبايات من الحليب، 5 كوبايات من الحليب. وهنا هستخدم بقى المعلقة العادية بتاعة السكر. حطيت 5 معالق من السكر و4 معالق من النشا، وهحط معلقتين كبار من الدقيق، وهحط معلقتين كبار من الكاكاو، وهقلب الكلام ده كله مع بعض. الكاكاو اللي عندك، لو كاكاو خام اسباني حطي معلقتين، لو كاكاو محلى وفاتح حطي 3 معالق. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وهدوب كل الحاجات اللي انا حطيتها. وبعد كده هرفعهم على النار. في الوقت دوت احط مكعب من الزبدة، وهحط مكعب من الشوكولاتة. انا استخدمت مكعبين من الشوكولاتة. والنار طبعا تكون هادية مش عالية قوي، علشان خاطر بس الشوكولاتة ما تتلسعش مننا. بس طبعا تستوي على نار هادية تبقى حلوة. اول ما تبدأ تغلي معاكي بالشكل دوت خلاص هي خلصت. بقى معايا هنا مهلبية خطيرة، نقدر ما نحطش فيها اي حاجة ونحطها في اطباق وناكلها زي ما هي كده. طعمها بيكون حلو قوي خطير. جربوها وادعولي. طبعا لو عايزين بقى تعملوا الخطوة اللي انا عملتها دي خطوة اختيارية، بس برضو بتبقى حلوة ولذيذة. ممكن تستغنوا عن الموز وتحطي بسكوت بس، ممكن نستغنى عن البسكوت ونحط موز بس. بعد ما قلبت بقى الموز مع البسكوت مع المهلبية، جبت معايا الصينية دي. وطبعا يفضل اللي انت تعملي كل واحد لوحده. حطيت في قلب الصينية شوية كده من الموز من تحت، ودخلت الصينية في التلاجة لمدة 1.5 ساعة. بعد 1.5 ساعة ده كان شكلها خطيرة يا جماعة. طعمها حلو قوي، لذيذة، سهلة، منعشة. تحس ان هي مدية على الجيلي شوية، بس الجيلي شوكولاتة. بس طعمها حلو قوي. بس نصيحة مني، اعملي لكل واحد لوحده، يعني ما تعملهاش كلها مع بعضيها في صينية واحدة زي اللي انا عملتها. كل واحد لوحده في طبقه كده، او في كاسات او في كوبايات، هتبقى برضو حلوة قوي. بترطب بقى على القلب ولذيذة قوي. انا هستناكي تجربي كده وصفات من اللي انا عملتها وتقولي لي رأيك فيها ايه. تعالي ندخل على اخر وصفة بقى ونجربها. الموز مش هيسود ما تخافيش، لكن طعمه بيكون حلو قوي مع الشوكولاتة. البسكوت طعمه حلو قوي خطير. الوصفة بقى اللي بعد كده هنحضر معايا حبايتين من المانجا، وهقشرهم بالطريقة كده.
طبعا يفضل ان انت تستخدمي اي مانجا انت تحبيها. انا ما كانش عندي غير المانجا اللي هي السكري فاستخدمتها بصراحة. لكن انت لو عندك مثلا اي نوع مانجا تانية مفيش مشاكل خالص، مش هتقولك لا الوصفة. بعد ما قشرت المانجا كويس مسكتها بقى، قطعتها بالشكل دوت. الجزء بتاع البذرة خليته وخليته برضو لوحده. المانجا بتكون مسكرة وطعمها حلو قوي وخطيرة ولذيذة كده في الوصفة ديت. كده خلصت المانجا بالشكل دوت كده. تعالي نحضر مع بعض بقى الايه الكوبايات اللي احنا هنشتغل فيها. ومعايا نفس نوع البسكوت برضو لان برضو طعمه حلو قوي ولذيذ. هحط كده في كل كوباية او في كل طبق واحدة بسكوت، وهنزل كده بشرايح المانجا اللي احنا قطعناها. في كل طبق هحط طبقة كده حلوة من المانجا. اول طبقة البسكوت وبعد كده المانجا. هحضر بقى معايا كوبايتين من الحليب. انا هنا استخدمت 3 كوبايات، انتي ممكن تستخدمي كوبايتين مفيش مشاكل. هحط باكت من الكريم كراميل، هاخد البودر احطه وهنزل بقى بالكراميل كله مع بعض، الباكت كله مرة واحدة. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا وارفعه على النار، واتأكد تماما ان النار شغالة بس وسط، مش عايزاها عالية قوي. طبعا الكريم كراميلي مش هيتقل معايا على النار زي ما اتفقنا، هو بيتقل لما بتسيبيه بره شوية. في المرحلة ديت هجيب بقى وحدتين من البسكوت مكسراهم صغير وهنزل بيهم على الكراميل واقلب كده وانا على النار. انا معايا الباكت كان فيه 6 وحدات من البسكوت، اخدت 4 حطيتهم في قلب الكوبايات، والاتنين اللي فاضلين كسرتهم وحطيتهم جوه الكراميل. طبعا انتي ممكن تعملي كمية اكبر لو انتي حابة، مفيش مشاكل. طبعا انا حطيت 3 كوبايات من الدقيق فعملت طبق تاني جانبي لوحده كبير شوية. معايا هنا باكت من الجيلي المانجا، هاخد بس نصه مش هاخده كله. وهنا الوصفة زي ما قلتلك هي مش معتمدة على المانجا قوي، بس ممكن نقول اللي احنا ممكن نستبدل المانجا بأي فاكهة موجودة، ونقدر نستغنى عن خطوة الفاكهة مفيش مشاكل خالص. ونعمل الكراميل بالشكل ده، نحط بسكوت من تحت وبسكوت من جوه الكراميل، ونغطيه بقى بطبقات من الجيلي، سواء جيلي فراولة او جيلي مانجا او اي نوع انتوا تحبوه. ده شكل بقى الطبقات بتاعتنا، طبقة بسكوت، طبقة مانجا، طبقة كريم كراميل بالبسكوت، وطبقة جيلي في الاخر، بتبقى خطيرة. دي تحلية بقى سهلة وسريعة وبرضه على النار من فوق لذيذة. جربوها، واثقة انها تعجبكم ان شاء الله. بترطب على القلب كده ومنعشة ولذيذة. وده شكل برضه الطبق اللي عملت واحد بقى في طبق كبير شوية فاداني الشكل دوت كده. تعالي ندخل بقى على الوصفة دي، ودي حلاوتها بقى هي مكونين بس، ومن غير سكر ومن غير مكونات كتير، ولا تتعبي نفسك ولا تحطيها على النار اصلا. معايا منجاية هبدأ اللي انا اشيل منها القشر والبذرة كويس جدا بالشكل دوت. طبعا نقدر اللي احنا نستخدم اي نوع مانجا موجودة، بس يفضل اللي هي تبقى مانجا مسكرة شوية، فعشان كده انا استخدمت مانجا سكري. معايا باكت من الجيلي والجيلي مانجا اللي انا هستخدمه. هحط عليه كوباية من المية السخنة وادوبه مع بعض كويس جدا. دي بقى ولا نار ولا بوتاجاز ولا حتى سكر، يعني الوصفة دي من حلاوتها انا واثقة انك هتقومي تعمليها. لو عندك مانجا في الفريزر مش هتقولك لا، طلعيها واعمليها. هحط بعد كده على الجيلي كوباية من المية الباردة وادوبهم مع بعض، وبعد ما يدوبوا كلهم مع بعض هنزل بيهم على خليط المانجا. هحضر بقى معايا الكوبايات او الاطباق، واحط كده في كل طبق لحد ما يتملي على الاخر، او في كل كوباية لحد ما تتملي على الاخر. اخلص الكمية كلها بالشكل دوت كده. خلاص خلصت معايا، ادخلها التلاجة لمدة ساعتين، وده شكلها بعد ما الساعتين. الله على الجمال، طبقات المانجا مع الجيلي مخليه الطعم رايح في حتة تانية. انت بتاكلي جيلي كده بقطع مانجا رهيب. جربوه داود.